مساكم الله بالخير ولا يعطيك بالعافية. وسالفة صغيرة مالت الغزو. في سوداني مدوخنا، والمغرب بيوم من الأيام يعني وليد ولد أختي وعلنقاوي جاي يقول لي عطني المسدس مالك. ايش تبي؟ عط مسدس، نبي نروح حق السوداني. قلت هاي المسدس. راحوا حق الريال لقوا نحاش ورموه كذا طلقة واحدة شطفته فوق جت الشطف، طاح ورا السيارة، طاح أبغى متوفى. نحاشوا مباكر العصر. أنا توني طالع من البيت عند الباب، طالع ولا الدورية واقف عند الباب، الدورية السوداء وصفرة النجدة الأولية، كان شفر 90. كان يسألني، طبعا كل دريشة فيها كلاش، 4 دراج كل دريشة فيها كلاش. وين وليد؟ قلت له اي وليد؟ ايش وليد من جماعتي؟ قلت اي من جماعتي. وينه؟ عندك هنا؟ قلت لا مو عندي. قال هسه ننزل نفتش البيت واذا لقيناه عندك عند الباب. قلت انزل فتش البيت، بس اذا ما لقيته راح اشتكي عليك انا. صار بيني وبينه شد، بعدين حرك خد دوريه وراح وسلامات. وليد ما كان ساكن عندي، ساكن ببيت على الحدب الله يذكره بالخير. ما لقوا ردوا. وهذا اللي حصل يا شباب، فيلم رعب صغير. الله يحفظكم ويا هلا ويا مرحبا وكل هلا.